طالما رجعت للتيشيرت ده والخلفيه دي يبقى فيديو كليات على طول. السلام عليكم، ازيك؟ عامل ايه؟ معظم الناس بيرفضوا ان هم يدخلوا كليه تربيه في الاول، اللي هو اكيد مش هبقى مدرس، بس بيرجعوا ياخدوا فيها سنه تربوي تاني في الاخر، يعني بعد ما يخلصوا الكليه بتاعتهم، سواء بقى كانوا في اداب او اي كليه تانية، مش هتفرق بقى. ولا بالمناسبه مش لازم تشتغل منها مدرس بس هي دي يعني الشغلانه الاساسيه، لانك بتدرس تربوي عشان تشتغل بعد كده في التربيه والتعليم وتدرس للطلبه وهكذا. فعشان كده كليه التربيه بيقبل عليها عدد كبير من الطلبه في المرحله الثانيه، وذلك اختصارا للوقت، بدل ما اخش كليه اداب مثلا او كليه ألسن وادرس فيها برضو لغه معينه او ايا كان هدرس فيها ايه، وبعدين اروح اعمل سنه تربويه في الاخر عشان ابقى مدرس، فاختصارا لهذا الوقت فالناس بيخشوا تربيه. فتعالى نتكلم عن كليه التربيه وايه هي كليه التربيه. فهنتكلم فيها عن كل جوانب الكليه تقريبا. هنتكلم في الفيديو ده عن تنسيق الكليه بتاع السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها اللي هسيبه لك في اخر الفيديو، وكمان هنتكلم عن اقسامها ومجالات الشغل منها وايه المواد اللي انت هتدرسها وايه النظام اللي ماشي فيها ونظام الدراسه وهكذا. فيلا بينا نتكلم عن كليه التربيه. اولا كليه التربيه زي ما بيتقال عنها كده هي كليه ادبيه، بس الكليه دي تقدر تدخلها سواء كنت ادبي او علم علوم او حتى علم رياضه، وكمان الدراسه فيها 4 سنين بس، وبتمشي بنظام اسمه نظام الساعات المعتمده، او النظام اللي شغاله بيه اسمه نظام الساعات المعتمده، واللي معظم الكليات شغاله بيه تقريبا. وكمان الكليه ما فيهاش انتساب خالص، الكليه فيها انتظام بس. تعال بقى نتكلم عن نظام الدراسه في الكليه دي. الكليه دي زي ما قلنا الدراسه فيها بنظام الساعات المعتمده، وكمان النجاح فيها بيكون من 60% مش من 50% زي بقيه الكليات، وده بيدل على انك لازم تذاكر فيها شويه. حتى كمان الامتياز فيها من 90% مش من 85% زي تقريبا معظم الكليات الباقيه. فاحب اقول لك انك لازم تذاكر كويس عشان انت هتبقى مسؤول عن اجيال بعد كده. تمام؟ طب حلو قوي، انا جبت مجموع كليه وعايز بقى اخش الكليه دي واقدم عليها. ايه اللي هيحصل بقى؟ اول حاجه هتقابلك هي الانترفيو او المقابله الشخصيه، ودي تتسال فيها حاجات بسيطه قوي، مثلا زي اسمك، انت ساكن فين، سبب اختيارك للقسم ده كان ايه، يسالك بقى عن الوزراء والمحافظين، وهيسالك اسئله تانية كتير ممكن تكون غريبه، اسئله انت ما تعرفهاش. فالموضوع بسيط جدا. بس الفكره من المقابله دي انها مش هتكون سبب في انك ما تدخلش الكليه، يعني هي مش هتتوقف على دخولك للكليه، حتى لو اللي بيعمل لك المقابله ده سالك الساعه كام وانت اجابتك كانت محمد نجيب مثلا. هو بس في الحته دي بيعرف قدرتك على الاجابه على الاسئله وسرعه البديهه وازاي هتفكر انك تجاوب على السؤال ده، عشان بعد كده لو سالت اسئله من طلاب او من اي حد فهو بس بيعرف قدراتك وايه الدنيا ماشيه ازاي وانت ايه دنيتك وكده بس وخلاص. يعني تاني حاجه هتعملها هو الكشف الطبي، والكشف الطبي ده مش حاجه خالص بعيدا يعني عن بقى ايه المقابله والحاجات دي كلها، بس الكشف الطبي ده بيتعمل تقريبا دلوقتي في معظم الكليات، وبقى عباره عن ايه، ورقه كده ب 200 جنيه بتروح بيعملوا لك فحص طبي. في الغالب الحاجات دي بتبقى كروكي كده، اللي هو بيحطك قدام بتاع عشان تشوف اللي هي الحدوه اللي هي فوق وتحت ويمين وشمال، ده بتبقى هي تقريبا بترسى على الموضوع ده كده، وبيقول لك 6/6 في الاخر، وبيوديك الكليه يقول لك تمام ومش عارف ايه. فالكشف الطبي ده مفيش منه اي قلق، حتى برضو المقابله مفيهاش منها اي قلق، يعني الموضوع بسيط جدا. فالكشف الطبي ده هيبقى عباره عن استماره كده بيثبت ان انت عملت كشف طبي وخلاص عشان يودوها للكليه. يعني كليه التربيه بقى عباره عن 3 مستويات، او ممكن نقول عليهم كده 3 كليات مختلفين عن بعض شويه. عندنا تربيه عام وتربيه اساسي وتربيه طفوله، وهي بالمناسبه تربيه طفوله ما بتاخدش غير بنات بس، ومن اسمها كده ما بتتعاملش فيها الا مع اطفال، يعني لازم يكون بالك بقى، لازم يكون بالك طويل ورايق، ولا مؤاخذه كده في شويه لطف. فببساطه كده الموضوع يمشي ببساطه، تتكلموا مع الاطفال، تعرفوا مشاكلهم، ما تخلوش عندهم تروما ويطلعوا معقدين بقى ومشاكل ويشربوا سجاير في الحمامات والكلام ده كله. وبما انك هتتعاملي في تربيه طفوله مع اطفال، فلازم تهتمي وتعرفي ان الطفل ده بيحب يكتشف حاجات جديده وعنده بقى قدره على التفكير والابداع بشكل حلو شويه، فلازم نهتم بالجانب الابداعي والمهاري عند الاطفال بالذات وهم صغيرين كده. في كليه تانية ممكن تكون عارفها اسمها كليه طفوله مبكره، ودي ما تختلفش كتير عن تربيه طفوله، بس الفرق ان كليه طفوله مبكره بتاخد ولاد وبنات عادي، اما تربيه طفوله بتاخد بنات بس. طيب احنا كده قلنا الطفوله، فاضل لنا العام والاساسي، وطبعا اي حاجه من دي بتدخلها على حسب التنسيق، يعني كل واحده لها تنسيق، فعلى حسب تنسيقك وانت جايب ايه هتدخل الكليه. واعلى حاجه في الغالب بتبقى تربيه عام بعدين اساسي بعدين تربيه طفوله، وتربيه عام دي بتتعامل فيها مع طلاب ثانويه عامه، والموضوع بقى بيبقى على كبير وكده وحوارات كبيره. اما تربيه اساسي او تعليم اساسي بتبقى بقى بالتعليم الاساسي اللي هو ابتدائي واعدادي، او ابتدائي بس والتانيه مع تربيه عام. مش هنختلف. تعال بقى نتكلم شويه عن اقسام كليه التربيه. الكليه فيها اقسام تربوي واقسام لغات وحاجات كتير قوي كده. تعال نتكلم بقى عن الاقسام دي. عندنا اقسام زي قسم اصول التربيه، وده من اسمه معروف، وازاي تربي اجيال وتطلع بقى تربيه وتعليم ومعلم فاضل والكلام ده كله. انا وان كنت الاخير زمانه
لم يستطعه الأوائل. اعربي يا ألفت. عندنا قسم زي قسم الصحة النفسية، وده بيهتم بقى بالإرشاد والعلاج النفسي وكل ما يخص صحة الإنسان النفسية. وعندك كمان قسم علم نفس تربوي وقسم المناهج وطرق التدريس، وكمان بقى أقسام لغات زي عربي وإنجليزي وفرنساوي. وفي كمان أقسام علمية زي مثلا قسم رياضة أو قسم كيمياء أو بيولوجي أو قسم فيزياء، وكمان قسم رياضة أطفال. فالأقسام يعني إيه أقسام كتير أوي. طيب حلو أوي، إحنا قلنا عندنا تربية عام وتربية أساسي وتربية طفولة. تربية أساسي بقى علشان تخش أي قسم فيها فده هيعتمد على أنت كنت شعبة إيه. يعني أنت مثلا لو كنت شعبة أدبي فهيبقى عندك مواد معينة تدرسها، فأنت قدامك دلوقتي يا إما قسم دراسات اجتماعية أو قسم عربي. ولو كنت قسم علمي فأنت دلوقتي عندك مادة رياضيات أو مادة العلوم، تطلع مدرس رياضة أو مدرس علوم. وفي كمان قسم عربي وإنجليزي، وده مش بيفرق بقى أنت في أي شعبة. لو أنت أدبي أو علمي فتقدر تدرس العربي أو الإنجليزي عادي خالص. أما بقى لو أنت كنت في تربية عام فده هيعتمد على إنك هتطلع بقى تبقى مدرس ثانوية عامة، فده بقى هيزود شوية عدد الأقسام اللي أنت ممكن تدخلها، وكمان هيزود المواد الموجوده في ثانويه عامه. بقى لو انت في تربيه عام وانت ادبي فدلوقتي عندك اقسام زي علم النفس وفلسفه وتاريخ وجغرافيا وعربي وانجليزي وفرنساوي واللغات يعني، فبيس عيش. ولو انت بقى علمي علوم فمتاح لك قسمين: بيولوجي اللي هو قسم احياء تطلع مدرس احياء، يا اما جيولوجيا تطلع مدرس جيولوجيا. بديهي جدا. حلو قوي، انا كده هخش اي قسم انا عايزه بقى. بس ثانيه واحده لازم حاجه اقولها لك، ان في قسمين لازم تدخلهم بشروط. قسم انجليزي وقسم فرنساوي لازم لهم شروط عشان تدخل القسم ده. يعني اول حاجه مثلا على سبيل المثال قسم فرنساوي عشان تدخله لازم تكون خريج ثانويه عامه فرنساوي، او يعني خريج مدارس فرنساوي. فاعتقد ان ده مش حاجه فير. يعني انا لو بدرس اللغه الثانيه فرنساوي فانا ممكن اخش التربيه فرنساوي يعني، فمش فاهم ليه. بس يعني هو ده شرط ان انت لازم تكون خريج مدارس فرنساوي. اما بقى لو عايز تخش انجليزي فبيكون في حاجه اسمها امتحان قبول، وامتحان القبول ده بيعملوه لك يعني عشان ايه؟ يشوفوا انت يعني ايه الدنيا في الانجليزي، عامل ايه في الانجليزي، حتى لو انت جايب مجموع عالي. فاللي هو احنا برضه نعمل لك امتحان القبول. خلصنا من الاقسام، ويا ريتنا ما نخلص من الاقسام عشان احنا داخلين على بقى الجد. بقى الجد الكليات العاديه في العادي كده بتدرس فيها 5 مواد 6 مواد 7 يا عم بالكتير خالص 8 مواد، وبيبقى فاهم الدنيا مليانه وكلام زي الفل. اما بقى في تربيه بما انك داخل بقى كليه مش كليه عاديه زي باقي الكليات، فبتدرس من حوالي 11 ل 13 ماده في الترم. لا في الترم مش في السنه، من 11 ل 13 ماده في الترم الواحد، في زيهم في الترم الثاني. بس خليني اوضح لك الموضوع بحيث انه يكون واضح ليك بشكل كبير. اول حاجه، انت لو دخلت اي تخصص من التخصصات لاي قسم انت عايزه، مثلا في قسم كيمياء مثلا، فانت بالتالي مش هتدرس التخصص بتاعك بس، لا انت هتدرس معاك كمان مواد تربوي علشان تعرف تدرس الماده دي بعد كده للطلاب. تدرس في مواد التربوي دي حاجات كتيره قوي مهمه جدا جدا جدا، ولازم تكون مهارات للمدرسين او لاي حد بعد كده هيكون مؤهل ان هو يبقى مدرس. فالفكره العدد زائد كده عشان انت بتدرس مواد تربوي وبتدرس مواد التخصص بتاعك، على عكس اي كليه تانية بقى لما يكون مثلا متخرج من اي كليه بتتيح له ان هو يبقى مدرس في الاخر، بس لازم ياخد سنه تربويه في كليه تربيه، فهو بياخد بقى المواد التربويه دي ياخدها كلها في سنه واحده، انت بتاخدها في 4 سنين. فانت ببساطه هتكون مسؤول بقى عن طلاب واجيال ومش عارف ايه، فانت لازم تتعلم ازاي تدرس وايه هي تكنيكات التدريس، وتعرف كمان الفروق الفرديه ما بين كل طفل والتاني او كل طالب والتاني، وايه الاختلافات اللي ما بينهم ومعدلات الذكاء بتاعتهم وكل حاجه. تبقى فاهم الطلبه حتى كمان بتفكر ازاي وماشيه ازاي، وازاي توصل المعلومه لكل طالب بالطريقه اللي هو ممكن يفهمها. تمام قوي. بعد الصدمه دي بقى هل هطلع الاقي شغل يعني او هشتغل ايه؟ يعني قول لي بقى الكلام الحلو بقى بعد الحاجات دي. استنى، لا استنى. اول حاجه انت بيبقى عندك شغل عملي. ايوه عندك شغل عملي وانت لسه في الكليه. مبدئيا كده لو انت دخلت تربيه طفوله فانت من اول ما تخش من اول سنه كده هتنزل عملي في مدارس. يعني اول سنه كده بتقول لسه يا هادي، فانت ايه هتنزل كده مدارس على طول وش، وتبدا تنزل المدارس دي وتشوف الطلبه وتتعامل معاهم وهكذا. انا بقى لو كنت تربيه عام او تربيه اساسي فانت هتنزل المدارس دي او هتنزل تدريب عملي او تربيه عملي يعني زي ما بيقولوا من سنه ثالثه ورابعه، هتنزل كده ايه تدريب بقى والحاجات دي كلها. وكده بقى اقدر اقول لك هتشتغل ايه. تعالى بقى اقول لك تشتغل ايه. اول حاجه واللي طبيعي جدا تشتغله هو مدرس. ما انت مش بتدرس كل المواد دي عشان في الاخر تقول لي مش هطلع تشتغل مدرس. تيجي وتقول لي محمد لا انت قايل لي ان في شغلانات تانية غير مدرس ومش عارف ايه وضحكت عليا. لا ما تقولش كده، اوعى تقول كده، ما تضحكش على حد. بص يا سيدي، بما انك بقى درست كده ايه مواد كتير قوي، مواد تربوي وحاجات يعني ايه انت فاهم، تنزل كمان تدريبات عمليه وبتاع، فانت بما انك دلوقتي يعني تقدر تبقى مؤهل، فبما انك دلوقتي مؤهل ان انت تبقى مدرس، او اي نعم في ناس برضه بتبقاش مؤهله ان هي تبقى مدرسين وربنا يستر يعني على الاجيال من الحاجات دي،
بس يعني انت دلوقتي شخص كويس ومؤهل ان انت تبقى مدرس، وشخص لطيف وودود وبتعلم العلم الصح وهكذا، فانت تقدر تبقى مدرس سواء كنت في مدرسه حكومي او مدارس انترناشونال. وفي مدارس الانترناشونال هتتبسط جدا، يعني بعيدا بقى عن المدارس الحكومي والحاجات دي كلها. وكمان بما انك كمان دارس في اقسام لغات مثلا، لو انت فعلا دخلت قسم لغات، فانت تقدر برضو تبقى مدرس في مدارس انترناشونال، ودي برضو احسن بكتير. يا عم ماشي الكلام ده لذيذ، بس انا مش عايز ابقى مدرس، انا ماليش خلق انا في الكلام ده. معاك لغه، دارس لغات انت في الكليه، دخلت قسم فيه لغات، تقدر تشتغل مترجم او مرشد سياحي. وبقى المترجم دي مش معناها ان انت يعني فاهم مترجم هشتغل فين بقى، تقدر تشتغل في كذا حته، تقدر تشتغل في مكاتب، في مكاتب كده بتبقى للترجمه، حاجات كده فورمال وبتترجم اوراق رسميه ومش عارف ايه، او ايا كان الاوراق اللي انت هتترجمها دي. تقدر تبقى مترجم لكتب وافلام وثائقيه وافلام عموما ترفيهيه ايا كان. وكمان تقدر تبقى مترجم على الانترنت برضه، الناس بتحتاج حاجات تترجمها، كتب تترجمها، مقالات ايا كان، فتقدر تشتغل كفريلانسر بقى مع نفسك، عمل حر، كل ده باللغه بتاعتك. ويا سلام بقى لو انت مطور اللغه دي على الاخر، معاك اللغه دي كده ايه سهله زي بتكلم بقى زي العربي، وبرضه تقدر كمان تطور في كذا لغه تانية، او يبقى معاك اكتر من لغه، والشغل هيبقى عليك كده دي فلوس، كل دي فلوس. اما بقى لو انت قسم كيمياء مثلا، فانت تقدر تعمل دبلومه في كليه علوم، وتبقى ساعتها هتشتغل في معمل تحاليل، او تفتح معمل التحليل بتاعك، او كمان تشتغل في شركات الادويه. وايا كان بقى الكليه مش هي اللي هتفرق انت هتبقى ايه ولا انت مين ولا ايه الكلام ده كله، ولا هتفرق اطلاقا انت هتعمل كام وهتقبض كام، وهتقبض بالمصري ولا بالدولار ولا باليورو ولا باي عمله بقى ممكن تقبض بيها. فدلوقتي والمنطق والواقع بيقول اللي يقدر يشتغل مع نفسه ويقوم نفسه بنفسه كده، بعيدا بقى عن شهادات والكلام ده كله، هو اللي هيمشي من الاخر. فبقى شغلانتك وتطويرك لنفسك وكل الكلام ده هو اللي هيفرق معاك انت، وانت اللي هتفرق في اي حاجه هتعملها قدام. لا كليه هتفرق معاك، ولا شهاده هتفرق معاك، ولا باباك ومامتك، ولا اي حد هيفرق معاك خالص بعد كده. واخر كلام هقوله لك هو انت لو داخل الكليه دي وانت مش حابب الكليه اصلا وداخلها غصب عنك، او هو ده اللي التنسيق جابهولك، بكل صراحه والموضوع بسيط جدا، ان الكليه دي مش هتحدد اي حاجه. مفيش حد هيتخرج من كليه معينه وهي دي اللي هترسم له طريقه ومستقبله وهتعمل له خطه واضحه ازاي يمشي عليها. بس كده، سيب لك التنسيق على الشاشه دلوقتي، فشوفه وتعالى. وبس كده، دي كانت كل حاجه عن كليه التربيه. اتمنى يكون الفيديو فادك، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو مع اي حد. فممكن تشير الفيديو ده مع اصحابك اللي معاك في ثانويه عامه، او كانوا معاك في ثانويه عامه خلاص انت بقيت طالب جامعي جامد جدا. بصراحه اللايك والسبسكرايب والشير هيفرقوا معايا جدا في المحتوى ذات نفسه، وبعد كده هتشوف محتوى جامد جدا.